تقدم به مجلس المريخ لوزير الشباب والرياضة لمنح المجلس سلطات الجمعية العمومية، باعتبار أنه هذا مجلس معين. وهذه أعتقد خطوة ربما يعني يرى الكثيرون أنه غير ممكنة. أولا حسب سلطات الوزير إمكانية هذا الإذن، يعني هل يمكن لسيد الوزير أن تكون له هذه السلطات في منحكم سلطات الجمعية العمومية، إضافة إلى يعني عايزين تعملوا شنو بسلطات الجمعية العمومية؟ طيب بداية أنا عايز أقول إنه نحن من حسن الحظ إنه نتعامل مع وزارة راشدة على رأسها وزير راشد مستوعب تماما يعني المهام اللي من أجلها هو كلف لجنة التسيير في المريخ، وعندها مهام محددة. هذه المهام لا يمكن تتحقق ما لم تحدث يعني أفكار زي ما قال أخ مزمل متقدمة لتوفير التمويل في المريخ ولإنهاء هذه المشكلة التي تواجه الأندية الكبيرة في السودان كله، ويمكن حتكون عقبة في طريق كل الأندية كبيرة وصغيرة المشاركة في الممتاز. أنا أفتكر البداية بعمل المريخ الآن حتنداح إن شاء الله لكافة المؤسسات الرياضية الأخرى، ولذلك أنا على يقين إنه السيد الوزير سيستجيب لطلبنا، خاصة إنه طلب منطقي في إطار سلطاته طالما أن الجمعية العمومية في حالة غياب الآن، وإنه الذي يدير المريخ الآن هو لجنة التسيير مكلفة من قبله، ولذلك منحنا السلطات لتعديل النظام بما يحقق طفرة هائلة في المريخ. أنا أفتكر إنه يعني يسعد السيد الوزير، يسعد حكومة ولاية الخرطوم، يسعد حكومة السودان، يسعد شعب السودان وشعب المريخ كله. نعم. طيب يعني ده طوالي بيقود لأنه تغيير النظام الأساسي مع ما يتناسب مع هذه الفكرة. أبرز الملامح المطلوبة في التغيير شنو؟ نحن لا نتحدث عن تغيير نظام أساسي بغرض البقاء في مجلس الإدارة أو لتجيير الجمعية لمصلحة زيت أو عبيد من الناس. نحن نتحدث عن فكرة اقتصادية، أن يمنح المجلس الحالي أو لجنة التسيير الحالية صلاحية جمعية عمومية محدودة جدا لتعديل النظام الأساسي بما يتيح لنادي المريخ أن يستوعب جهد وطاقة وقدرات كل أبنائه. يعني نحن حتى التعديل لا يختلف اثنان على أن هذا الطلب يستهدف مصلحة عليا للنادي، يعني ليس فيه مصلحة لفرد أو لجماعة إطلاقا. وبالتالي أعتقد أن دائما بمفهوم المصلحة العامة يمكن الاستجابة لهذا الطلب، وهناك سوابق وتجارب حدثت يعني حتى على مستوى الاتحاد السوداني لكرة القدم من قبل تم تعيين لجنة تسيير في الاتحاد ومنحت صلاحيات جمعية عمومية وعدلت النظام الأساسي، لأنه تعديل النظام الأساسي وفق جمعية عمومية بالإجراءات العادية عسير. نحن نريد أن نحدث تغيير كبير في زمن وجيز، يعني دي مرحلة تثوير عمل في نادي المريخ، مرحلة تفجير طاقات. نتحدث عن أن لا يحصر المريخ الكبير ده في إناء أضيق منه. نتحدث عن نادي بحجم وطن، عن جمهور بتعداد أمة. لا يمكن ولا يستقيم عقلا أن يظل المريخ محصورا، عضوية نادي المريخ محصورة في سكان العاصمة. المريخ ليس موجودا في العاصمة فقط، المريخ موجود في كل دار وفي كل بيت وفي كل شارع وفي كل حلة، موجود في كل قارات الأرض. نحن نريد أن نتحدث عن مريخ كبير، نتحدث عن مفهوم يسع هذا الكيان الضخم، وبالتالي لا أعتقد أن هناك. الفكرة دي فكرة كويسة وفكرة طموحة، نعم، وقد تبدو للبعض خيالية. يعني التطبيق على أرض الواقع هل مربوط بزمن محدد؟ يعني حددتوا زمن للبداية أم الموضوع مفتوح؟ أمد تكليف المجلس أصلا محدود 6 أشهر، ولكن دار أقول إنه أصلا المريخ نفسه، اسم المريخ نفسه في البداية لما جاء كان غريب، وكان يعني تم إطلاق هذا الاسم على النادي في وقت كان التعليم فيه ضعيف جدا في السودان، وكان الهدف منه التغيير أيضا، لأنه المريخ وقتها كان نادي حي أو فريق حي اسمه المسالمة. من اقترحوا تلك الفكرة هدفوا أن يضعوا المريخ في مكان أعلى، ونظروا إلى أعلى واختاروا السماء سقفا لطموحهم. وقتها لم يكن هناك أي نادي في السودان يعني مسمى باسم كوكب أو جرم سماوي. هذا التشبيه كانت هذا التشبيه أنت تعني أنه المسألة ربما تبدو صعبة،
في الوهلة الأولى، لكن يمكن أن تطبق. لا، أنا أعتقد أن نطاق المعارضة إذا وجدت، يعني هو الناس طبعا نحن ما نبحث عن إجماع، والإجماع دائما صعب، ولكن أعتقد أن نطاق معارضته سيكون ضيقا. لماذا؟ لأن يعني ملامح السعي إلى تحقيق مصلحة عليا للنادي واضحة جدا. يعني نحن نريد أن نرفع مداخل نادي المريخ، لا نريد للمريخ أن يدخل في التجربة التي دخل فيها قبل شهور قليلة من الآن. هذا لا أعتقد أن هناك أي مريخابي يمكن أن يرفض يعني نعم. مثل هذه الفكرة. طيب يعني كيفية مجلس شرف، كلمة رنانة كده، لكن جوا في شنو؟ المجلس ده هل مقسم؟ آلية تكوينه عمله شنو بالضبط؟ وهل المجلس ده ممكن يوما ما يحدث تقاطعات بينه وبين مجلس الإدارة إذا كان هؤلاء العدد الكبير اللي داعم للنادي يمكن أن يؤثر بشكل أو بآخر على قرارات مجلس الإدارة؟ المجلس طبعا نحن يعني تشكيله بيطلع من مجلس الإدارة، ولذلك هو جسم مساعد لمجلس الإدارة. مجلس الإدارة حيختار من بين هؤلاء الناس وبالتشاور أيضا رئيس لمجلس الشرف ونواب لرئيس مجلس الشرف، وأصلا في أمين عام هو مساعد الرئيس لشؤون مجلس الشرف، أمين عام حيكون في نواب للأمين العام، وفي أعضاء حيكون في لجنة تنفيذية لمجلس الشرف. مجلس الشرف نحن فتحنا له حساب في بنك فيصل، حساب رديف لحساب المريخ، وعشان نطمن الناس الحساب ده ما حيكون عنده دفتر شيكات. نحن مهمتنا أن نورد في الحساب ده، وبتوقيعات رئيس مجلس الشرف والأمين العام ينقلوا الأموال دي في فترات بناء على طلب المجلس يغذوا بها حساب المجلس في نفس الفرع. لكن نحن المجلس ما عنده سلطات عشان يصرف، حتى لو في استثمار ما حيقوم به هو، حتقوم به الأجهزة المختصة في مجلس الإدارة. نعم. هو مجلس يوفر التمويل لمجلس الإدارة. نحن بنفتكر إنه هو مجلس بيجمع صفوة أهل المريخ، ولذلك نحن مفكرين إنه اللي قدام نخلي المجلس ده هو الذي يقوم بترشيح رئيس النادي، وبالتشاور معه يرشحوا مجلس الإدارة، وهذه مهمة أصلا يطلعوا بها كبار أهل المريخ يعني. فبنفتكر إن المجلس ده بيجمع الصفوة التي يمكن أن تقوم بهذا العمل. نحن بنحسب إنه ما بيكون في أي تعارض بين مجلس الشرف وبين مجلس الإدارة، ولا بيكون في تقاطعات، ونحن خاتين في تفكيرنا إنه تكون في مهام يكلف بها مجلس الإدارة مجلس الشرف، يعني ما بيقوم بأي مهمة ما لم يكلفه مجلس الإدارة. نعم. لأن السلطة العليا في النادي هي سلطة مجلس الإدارة. طيب شكل البداية كيف؟ هذه فكرة جديدة، هي فكرة مطروقة في أذهان أهل المريخ منذ سنوات طويلة، يعني منذ سنين نحن نتحدث عن مجلس الشرف. نادي المريخ لديه سابق تجربة يمكن كانت في عهد الأخ الأستاذ عصام الحاج عندما كان أمينا عاما للنادي أو سكرتيرا للنادي في التسعينات. ذكر شاركنا كلنا في إطلاق فكرة المجلس الاستشاري للمريخ، يمكن كانت في بواكير عهد الإنقاذ وأصابت نجاح كبير، لكن التجربة لم تستمر لأن يعني القناعة بها ما كانت كبيرة في وقتها. ولكن الآن وقتها برضو ما كان في إشكالية كبيرة في تمويل النادي، ما كان في إشكالية كبيرة كالحالية يعني. الآن أصبحت الوقت ذاك زي ما بقول أستاذ عصام كان المريخ بيديروا الأفندية لا برضو كان المريخ لكن الآن يعني المسألة اتجهت لمسألة المال والأعمال واختلف حتى المريخ من يومه كان يعني بيعتمد على دعم أبنائه، يعني من بواكير عهده الميسورين كانوا بيساعدوا في تمويل النادي، ولكن الحاجة إليهم كانت يعني كانوا بيتموا الناقصة زي ما بيقولوا. الآن هو اتسعت، التمويل صار هاجس كبير جدا جدا في الأندية الجماهيرية. نتكلم عن نادي المريخ ونتكلم عن نادي يعني يمكن أن يكلف تسييره أكثر من 2 مليار في الشهر. في الأحوال العادية ناهيك عن لما تكون في مشاركات أو في شغل بتاع منشآت. نتكلم الآن عن مشاريع أخرى يمكن نتطرق لها خلال هذا البرنامج. لكن داير أقول إنه ردا على سؤالك إنه المجلس الشرف سيطلق أو سيدشن في اجتماع ضخم في احتفالية ضخمة ستقام غالبا في قاعة الصداقة بالخرطوم بحضور شخصيات دستورية كبيرة، شخصيات قومية كبيرة، بحضور نحن نخطط لدعوة عدد من الشخصيات الرياضية البارزة على المستويين العربي والإفريقي وقادة أندية، ويكون
بكل تأكيد سيكون تظاهرة كبيرة جدا، ستكون الحدث الأبرز في الساحة، لأن هذه الفكرة كبيرة يجب أن تكون انطلاقتها قوية. أعضاء مجلس شرف نادي المريخ سيتم بعد أن يتم انتقائهم وتلقي رغبات الطالبية العضوية، سيتم نشر إعلان في صحف السيارة بأسماء أعضاء مجلس الشرف. الآن المقترح المبدئي يتحدث عن 400 عضو، أنا شخصيا أعتقد أن العدد سيتجاوز 400 بكثير. والسقف الموضوع للعائد المالي الشهري السنوي مبدئيا مبلغ 8 مليار، أنا متفائل بأننا نستطيع أن نتجاوزه بكثير. نعم. طيب بالمناسبة التي ذكرتها بالنسبة للحديث حول الاستثمار والمشاريع، يمكن معنا يعني هاتف تزامن مع الحديث حول هذه الجزئية. معنا على الهاتف مولانا مجذوب أمين مال رابطة المريخ بدولة قطر. مساء الخير عليك. مساء النور. أستاذ مجذوب، يمكن يعني الحديث حول المشاريع الاستثمارية، قرأنا قبل فترة عن استثمار كانت رابطة المريخ قد شرعت في اتصالات مع شركة صينية لإدارة ملف الاستثمار في جزئية محددة في نادي المريخ. نريد أن نطلع على ما هو الجديد في هذا الأمر. ألو؟ أولا مساء الخير عليك أستاذ ميرفت، وأحييك وأحيي ضيفيك العزيزين الأستاذ عصام الحاج والأستاذ مزمل أبو القاسم. وعلى الصعيد الشخصي أنا سعيد جدا بهذا اللقاء يعني الذي يجمع هذين العملاقين، وأتمنى للمريخ وللجنة التسيير الحالية كل توفيق وسداد ونجاح. بالنسبة لموضوع الاستثمار، فعلا هي فكرة كبيرة رعتها رابطة المريخ بدولة قطر، بأنه قناعتنا التامة بأنه المريخ يحتاج لاستثمار كبير في ظل الصرف الكبير الذي يتحدث عنه الأستاذين الجليلين. وهذه الفكرة نبعت من الاستثمار في نادي المريخ أو في المنطقة المحيطة باستاد المريخ وفي أرض الحتانة اللي هي أرض الاستثمار في الحتانة. وتم توقيع مذكرة تفاهم في 22 مايو 2016 بين لجنة التسيير السابقة، نحيي رجالاتها أجمعين، وبين شركة فايجر للتجارة والمقاولات التي تنضوي تحت لواء المجموعة العربية الصينية العالمية. وهذه مذكرة التفاهم تحدثت عن إنشاء مول المريخ بالعرض جنوب، وبرج متعدد الأغراض يتكون من شقق فندقية ومكاتب وصالات رياضة والسباحة وهكذا. وتمت بعد توقيع مذكرة التفاهم الشركة الصينية أرسلت 3 مهندسين زاروا المواقع وقدموا تقريرهم الأولي. بعد ذلك مجلس المريخ أو لجنة التسيير السابق أرسلت لنا التصاميم أو أرسلت للشركة التصاميم. تمت دراسة التصاميم وأحيلت لمكتبين هندسيين، واحد في دولة قطر والثاني في المملكة العربية السعودية. وكان يفترض أنها تنتهي لأعمال التصميم في الأسبوع الأول من شهر 8، ولكن رغبة الشركة في زيادة عدد الطوابق في المول وفي البرج المتعدد الأغراض أدت إلى تأخير التصاميم. ولكن الآن حسب متابعتنا اللصيقة للأمر، الآن التصاميم في التطشيزة الأخيرة، وتمهيدا لتوقيع العقود النهائية حتى يتحول بإذن الله تعالى هذا المشروع الحلم إلى واقع يعيشه أهل المريخ جميعا. نعم. مولانا مجذوب، هل يعني سيتوقف دور الرابطة فقط على التنسيق بين مجلس الإدارة والشركة الصينية وينتهي دورها بتوقيع العقد، أم ما هي رؤاكم لهذا الأمر؟ والله بالنسبة لرابطة المريخ بدولة قطر وهي حريصة جدا على نجاح هذا المشروع، نحن قريبين جدا من الشركة وقريبين طبعا أو بشكل أكبر قريبين لمجلس المريخ، وفي يعني تواصل شبه يومي بخصوص هذا الموضوع. مذكرة التفاهم نفسها نصت إنه الرابطة يكون عندها تمثيل موجود في تنفيذ هذه الأعمال. والآن نحن بنتابع لخطوات التنسيق مع لجنة التسيير الحالية، نتمنى لها كل التوفيق والسداد، ومع مع الشركة
حتى يتم توقيع العقود. حتى يعني اليوم في اتصال او تواصل مع الشركه عرفنا انه مسودات العقود جاهزه، حترسل يوم السبت القادم ان شاء الله لمجلس المريخ لدراستها، واذا كانت في اي ملاحظات او تعديلات حتى تكون يعني في بدايه سبتمبر او في بدايه سبتمبر جاهزه العقود باذن الله للتوقيع، وان شاء الله يكون حتى في حضور للرابطه وممثلين للرابطه لحضور توقيع العقد. شاكرين لك كثير. كل ما يطلب مننا وبالتالي كل ما يطلب مننا من مجلس المريخ في الفتره الجايه نحن مستعدين. نعم، شاكرين لك كثير مولانا مجذوب. أمين مال رابطة المريخ بالدوحة على هذه الإضاءة حول موضوع الشركة الصينية والاستثمار. إحنا يمكن وصلنا لختام الحلقة، تبقى دقيقتين نترك لأي منكم يعني الحديث في جزئية لم يتم يعني التطرق لها خلال هذه الحلقة. أستاذ مزمل. أنا أترك الأخ عصام يبدأ ونختم. طيب تفضل. والله أنا حقيقة بداية الدائرة أحيي الأخ مجذوب وأخواننا في قطر، وأقول إنه هذه الرابطة الحية تقدم نموذج أرجو أن يحتذيه إخواننا في كل أنحاء الدنيا، يعني كل واحد من أبناء المريخ وكل تجمع من أبناء المريخ يحذو إخواننا في قطر عشان يقدموا لنا حاجة مماثلة. نحن بنتوقع إنه نوقع العقد مع هذه الشركة ونوفي بكافة التزاماتنا في نهاية هذا الشهر أو بداية الشهر الجاي عشان الشركة تبدأ طوالي. الشركة حتقدم لنا مهرا لهذا المشروع، مشروع لصيانة أو إعادة تأهيل الاستاد وتنجيل وإضاءة الملعب الرديف. نعم. نفتكر دي إضافة كبيرة. نعم، اللي هو عصام بيتكلم عن مبلغ مالي في حدود 250,000 دولار سيقدم مهر لهذا المشروع. انا بقول انه هذا احيي برضه الاخ مجذوب، الاخ المستشار مجذوب وكل ابناء رابطه المريخ في الدوحه بقياده الاخ الدكتور فيصل همت ورفاقه الاماجد. بقول انه ما فعلته رابطه المريخ في الدوحه يؤكد صحه التوجه الذي يتجه له مجلس المريخ. نتحدث عن نادي لديه انصار ولديه مريدين في كل انحاء العالم. ده مثال، يعني مثال كبير جدا. وبقول انه توسيع الماعون الان المشروع اللي احنا بصدده بدا في عهد المجلس السابق او لجنه التسيير السابقه فيما اصطلح على تسميته بالمسؤوليه التعاقبيه، يعني كل مجلس بيضع بصمته ويمشي. احنا دارين في فترتنا الوجيزه دي دارين نضع بصمه قويه على اداء المريخ ومستقبله بإذن. طيب يمكن احنا زمن حلقتنا انتهى، لكن ورد سؤال الينا حول يعني بالتاكيد ليس بمعزل عما يدور في المريخ موضوع اللاعبين المحترفين، يعني اليوم اعتقد كان في اجتماع وفي الاتحاد وقرارات لجنه منظمه ويعني تسويات تمت. عايزين نعرف الجديد في موضوع تراوري وجابسون سلام. بالنسبه لموضوع تراوري تم ارجاؤه الى الاجتماع القادم للجنه، لان نادي المريخ طلب تطبيق اللوائح النادي ولوائح الاتحاد السوداني على هذا اللاعب، لانه اللاعب نتحدث عن لاعب غاب موسم كامل السنه اللي فاتت، لم يقدم شيء لنادي المريخ، كلف المريخ الكثير، غاب الان عده اشهر في هذا الموسم. المريخ طلب انزال عقوبه كبيره عليه. اما بالنسبه لجابسون فقد تم الوصول الى اتفاق كامل معه وسيباشر نشاطه ابتداء من غدا باذن الله. باذن الله. اذا مشاهدينا الكرام كانت هذه حلقتنا اليوم معكم. كنا نود ان يعني يستجيب هاتف لجنة الحكام لنعرف ما هي القرارات التي صدرت من اللجنة المنظمة اليوم، ولكن دون تفصيل هناك إيقافات لعدد من اللاعبين الذين تم منهم الاعتداء على حكام المباريات بعام وعامين وثلاث أعوام، عقوبات متفاوتة وغرامات مالية. نتمنى أن تختفي مثل هذه الظواهر سريعا من ملاعب الدوري الممتاز، لأنها في النهاية كرة قدم للتنافس الشريف وللمتعة وللترويح وليس شيء آخر. شاكرين لك كثير أستاذ عصام الحاج، الله يبارك فيك، مساعد رئيس مجلس المريخ لمجلس الشرف، الأمين العام لمجلس الشرف. شاكرين لك أستاذ مزمل أبو القاسم، رئيس تحرير صحيفة اليوم التالي، مساعد رئيس مجلس المريخ لشؤون الإعلام. لكم أجمل وألطف التحايا مشاهدينا الكرام، حتى جديد الملتقى بكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.